بتكلم برضه في حته ان انا اجيب دهان رديء وبعد كده اقول يا خرابي ده ايه ده عامل لي مشاكل. انا بجيب حاجه نظيفه قبل المسح فيها لمعه خفيفه بحيث ان انا حصلت حاجه اتوسخت امسحها، فبالتالي ما بقتش كارثه. يعني انا مش هتبقى بقى مشكله كبيره ان انا عملت الحته دي دهان، طب ما تمسحها وخلاص الموضوع خلص. فدي بتبقى برضه زي ما قلت لك ثقافه مجتمعيه اكتر. يعني زي مثلا ان انا ابقى عامل الظهر بورسلين واروح جاي مركب الرخامه وحاطط سوكله، طب ما ده خامه وده خامه والاثنين مفيش مشكله منهم بالوضع ده، انت بتحط سوكله ليه؟ مش عشان هو فرض، يعني مش المفروض ان انا احط سوكله، انا بحطه علشان اللي بيحطه بيبقى مقتنع ان هو كده ضاف لي شكل جمالي، اللي هو والله اصل انت العلاقه دي هعملها، طب ما انا كده كده بقفل بسيليكون، قفلته على الواقف قفلته على النايم، ما انت كده كده بتقفل. فهي اللوجيك في الحته دي انا بحسه برضو ايه، مفتقر شويه للمنطقيه، على خلاف ما هو هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. بس المهم بقى الجبس بتاع السقف ده زي ما كنا بنقول ان الجبس ده عباره عن جبس احمر عشان موضوع الرطوبه والحراره، الرطوبه والحراره، على خلاف لما كنا بنتكلم على الجبس بره، احنا قلنا ان احنا في الطبيعي في معظم الشقق بنشتغل جبس اخضر في السقف وفي الحيطان، واللي مش هيشتغل جبس اخضر يخلي باله بقى منه. بس خلاص.